السلام عليكم حبيبات ديالي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال، ورمضان مبارك سعيد. وبالمناسبه كنقدم لكم من قناه خديجه اميمه واحد الوصفه اللي غتنفعكم في هذا رمضان بواحد الطريقه اللي رهيبه. مركز البرتقال البنات، كيلو ديال الليمون يقدر يدوز لك 15 يوم في رمضان. غير تبعي الطريقه وغدا تنجح معاك من اول استعمال. مهم البنات باش نصايبوا هذا مركز البرتقال اللي كنبقاو في كل عصير كناخذوا منه وكنصايبوا منه. مهم ممكن غير 3 المعالق تهزيهم منه تخلطيهم مع يطرو ديال الماء عصير كواجد. ممكن 3 المعالق تخلطيهم مع يطرو الماء وشويه الفريز. ممكن 3 المعالق تخلطيهم مع يطرو الماء شويه البنان. يعني كل خطره كتطحني به حاجه اولا كتحتاجي ديريه غير بوحدو. ونفس الطريقه ممكن تطبقيها على الحامض اللي مازال غندير معكم واحد الفيديو وغنحطو لكم في قناه خديجه اميمه. المهم بالنسبه للمقادير البنات اللي غنحتاجو في هذا مركز البرتقال: كيلو ديال الليمون ونص كيلو ديال السنيده. كيلو ديال الليمون ونص كيلو ديال السنيده. كناخذوا واحد الكاسرونه، ناخذوا القطعه بطبيعه الحال وكنبداو كنقيو هذا البرتقال. كنقيو هاد الجلده الفوقانيه رقيقه، ما تكونش لاصقه مع هذيك البيضه، لحقاش هذيك البيضه هي اللي كتمرر لينا العصير. البيضه كنحيدوها بتاتا وبطبيعه الحال كنحيدو حتى العظومه. خليكم معايا باش نوريكم الطريقه. دابا البنات غنبداو في الطريقه اللي غنوجدوا بها هاد المركز ديال البرتقال. اول حاجه كنغسلوا الليمون ديالنا وكنبداو كنقيوه الجلده الرقيقه البنات. هانتوما نحاولوا ما ندخلوش في هذاك البيض بهاد الطريقه. ديما تبعي يديا بهاد الطريقه. هانتوما غتمشيو معاه هو كيبغي الخاطر. نحاولوا ما ندخلوش في البيض لحقاش البيض كيمرر لينا وغادي نحيدوه بطبيعه الحال. هكا غنصايب معكم واحد الوحيده ولا جوج وانتم تتبعوا يعني بطريقه سهله غادي تتبعوا. على الليمون ديالكم كامل. وبالنسبه للبنات اللي بغى يذوب المقادير راه غيدير عاوتاني كيلو ديال سنيده معاه 2 كيلو ديال الليمون، لحقاش كل كيلو ديال الليمون كنديروا معاه نص كيلو ديال سنيده. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كنقيو، ما ندخلوش في الابيض كاع في خطره. بنتي كتبكي كتعيط عليا. هانتوما كنتبعوا كتولي بحال هكا. شوفوا معايا ما داخلش فيها هذاك البيض كله باقي هنايا، مازال غادي نحيدوه باش غنلوحوه. هانتوما شتي البيض كله مازال هنايا. المهم نتبعوه هكا بهذه الطريقه. الكيلو كامل غنخدموه بهذه الطريقه، البيض ما يدورش. المهم البنات كناخذوا واحد الكاسرونه اللي كنبقاو اللي نقيناها كنحطوها فيها بحال هكا، ما عدا هذاك البيض اللي كنحيدو كنلوحوه في حاجه. المهم كنديروا هاد الكاسرونه. غندوزو دابا المرحله الثانيه، هي اننا كنحيدوا هذا الابيض هذا كامل. نقيو الليمونه كامله من هذا البياض هذا. راه طريقه سهله، راه ما تبانش لكم شي حاجه اللي مستحيله، وغتهنيكم واحد 15 يوم. هاد الكيلو واحد 15 يوم ديال رمضان ولا اكثر، وكتخرج لكم حتى 10 يطرو ديال العصير. نتوما نقيه مزيان. من بعد البنات ما كنقيه من هذاك البياض كامل اللي ها هو. شوفوا معايا هذا كامل كيتلاح.
كندوزو للمرحله الثالثه. المرحله الثالثه هي كنقطعوه طرونشيات رقاق باش يبان لينا واش كاين شي عظم، لحقاش لا كان شي عظم ودوزناه راه كيمرر لينا العصير وانتم راه عارفينها. المهم كنبداو نقطعوه بحال هكا باش نشوفوا واش كاين شي عظم ونحيدوه. المهم نقطع عاد نبدا نقلب كل واحد في الطنجره ديالي. هانتوما كنبدا نقلب بهذه الطريقه ما كاينش عظم. هانتوما ها هو الشي كيبان ملي كنقطعوه بحال هكا طرونشيات رقاق كيبان لينا واش كاين العظم ولا ما كاينش. وبطبيعه الحال كنضيفوا على داك القشور اللي درنا كنضيفوا عليها هذاك الطرونشيات. وحنايا غادي نفس الطريقه. هانتوما شوفوا معايا هادم هادم كيبان لينا بانه راه كاين العظومه، حقاش هاد العظومه ملي كيطحنوا يعني صافي على وحي هذاك العصير كيولي مر. هانتوما كنحيدوه بهذه الطريقه، طريقه ساهله. هانتوما غير ردوا البال ما يدوز لكم تعظيم وصافي. هانتوما ها هو وغندوزو نكملوا هاد الطريقه اللي بديناها قبيله ديال الليمون حتى نكملوا هاد الكيلو كامل البنات. كما قلت لكم هانتوما غادي نبقاو هكا ونحيدو في الاخر الابيض نعزلوه باش اننا نرميوه، وغادي نعزلو الليمون نقطعوه دوائر نحيدو ليه العظومه ونديروه في الطنجره. وغنرجع معكم البنات ملي غنكمل هاد الكيلو هذا. هانتوما يلا البنات خليكم معايا نكمل هاد الكيلو ونرجع معاكم. دابا البنات من بعد ما كملنا تقطع ديال الليمون هانتوما والقشور ديالو كما كتشوفوا معايا نتوما رقاق. هانتوما شوفوا شوف باباك شوفوا هادو اللي حيدت الجلده البيضاء اللي حيدتها كامله هي هذه. هانتوما الجلده كامله اللي حيدت البيضه هي هذه. دابا المرحله الثانيه من بعد ما قرطتو وقطعتو حيدت ليه العظومه كاملين كما كتشوفوا معايا سامعيني. دابا المرحله الثانيه من بعد ما كنقرضوا كنحيدوا ليه الجلده هذه حيدناها غادي تلاح. دابا كملنا هانتوما كما كتشوفوا معايا جلده رقيقه. دابا المرحله الثانيه هي انني غنضيف عليها هاد نص كيلو ديال السنيده، غنضيفو على هاد الليمون كامل وغادي نحركو بحال هكا مزيان. نحركو مزيان نحركو حتى هذيك السنيده غادي تنسجم مع الليمون. غنخليوهم البنات نغطيو عليهم ونخليهم واحد 3 السوايع حتى يطلقوا لينا داك الماء مزيان ونرجعوا معاكم باش غادي نطيبوهم 3 السوايع البنات اولا ساعتين. المهم تشوفوهم نساجم هذيك السنيده تنسجمت مع الليمون وطلقوا هذاك الماء ديالهم. ملي غيطلقوا هذاك الماء في بعضياتهم ديك الساعه غادي ندوزو باش غادي نطيبوهم البنات. يلا 3 السوايع ونرجع معاكم. رجعت معكم البنات من بعد 3 السوايع باش خليت هاد الليمون يطلق الماء ديالو هو هذيك السنيده. شوفوا معايا كيفاش ولا، شوفوا الليمون كيفاش طلق كي ولات هاد السنيده. شوف يعني ملي ما درت فيه لا ما لا والو. هانتوما ما خويت فيه لا ما لا والو. هانتوما السنيده كيفاش ولات يعني طلق هذاك الليمون طلق في سنيده اندمجوا مع بعضياتهم مزيان. هانتوما شوف اندمجوا مزيان مع بعضياتهم. دابا ملي كنوصل لهاد النتيجه كنعرفوا راه حنا غاديين مزيان في طريقه مزيانه. يعني ضروري خاص هذاك الماء علاش كنخليو 3 السوايع باش هذاك الماء هذاك الليمون يطلق في هو سنيده يندمجوا مزيان ويطلقوا لينا هاد المياه هادي. دابا البنات غنزيدوا ليهم كاس ديال الماء، كاس ديال الماء ديال العنبه، كاس ديال الماء ديال العنبه غنزيدوه لهم وغنوضعوهم فوق النار ونخليهم يطيبوا مزيان مزيان. ملي غيغلى ملي بدا يغلى نحسبوا ليه ربع ساعه.
يطيب مزيان، وملي بدا يغلى نحسبوا ليه ربع ساعه ونطفيوه عليه ونرجع معاكم. بعد ما بدا البنات كيغلى انا حسبت ليه ربع ساعه. هانتوما شوفوا راه غلى مزيان، حسبت ليه ربع ساعه وغنطفي عليه وندوزو البنات باش غنطحنوه. هانتوما ملي بدا يغلى تحسبوا ربع ساعه عاد طفيو عليه، تخليوه يغلى ربع ساعه عاد طفيو عليه البنات. هانتوما شوفوا كيفاش كيغلى، عاد نطفيو عليه وندوزو باش نطحنوه. خليكم. ودابا البنات من بعد ما خليناه ارتاح كنخليوه برد ملي كنطفيو عليه. هانتوما شوفوا كي كيولي كيتعسل. دابا خدينا المونينيكس وخدينا واحد الطويصه فيها شبيكه باش ملي غنطحنو غنصفيو فيه ضروري. المهم دابا البنات غنبدا نطحن شويه بشويه. اعتذر كنصور نخدم في نفس الوقت. المهم البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو غنطحنو ونرجع معكم. هانتوما البنات كنبقى نديرو في الشبيكه بحال هكا وكنبقى ندوز. هانتوما شوفوا هانتوما راه كيتعزل ليا الروح ديال الليمون لتحت، كيتعزل ليا الروح ديال الليمون لتحت. بغيت نوريكم. هانتوما شوفوا النتيجه اللي كنحصلوا عليها. هو هذا الصلصه ديال الليمون اللي خدمنا. شوفوا كيفاش كتجي. يعني ملي كنطحنوه ضروري كنديروا شبيكه وكنصفيوه باش نخرجوا داك الروح ديال الليمون. هانتوما كيخاتم. دابا هذا 3 المعالق ولا 4 معيطرو ديال الماء صافي. يا اما تشربيه الراسو بوحديتو، يا اما خلطي معاه خيزو مسلوق، خلطي معاه التفاح، خلطي معاه الفريز اللي بغيتي. كتبقى ديما انت كتلعبي بهذا 3 المعالق حتى ل 4 فيطرو ديال الماء راه كافي. راه غيدي لكم حتى ل 15 يوم هاد الكيلو ديال الليمون. المهم انا غنكمل التعصار بهاد الطريقه البنات. كنبقاوها بحال هكا، نشد الشبكه وكنبقى بحال هكا حتى تيهبط ليا مزيان وكنضيف عليه هذاك اللي طحنت. سمحوا لي. وكنبقى كنضيف وانايا ندير. ولا جاكم البنات عاقد بزاف راه ممكن تزيدوا واحد الكاس صغير ديال الماء وطحنوه به. المهم نكمل معاكم، نكمل التصفيه ونرجع معاكم على بركه الله. حاجه اخرى البنات باش نقولها لكم قبل ما ننسى. المهم انا عمرت هاد الطاسه هذه، عمرتها كامله وشاط ليا هذا غنزيد معاه كويس ديال الماء. هادشي اللي كيشاط غنزيد معاه كاس ديال الماء وغنعاود نطحنو وغنصفيه. كاس فقط ديال الماء صغير نطحنو. وداكشي اللي كيشيط البنات ممكن تحتفظوا به في الثلاجه، تبقى بحال هكا عندكم شي كيكه ديروا فيها غير معلقه عندكم بحال هكا. المهم كتستعملوا هاد الليمون كيتستعمل بزاف في الكيكه، كيتستعمل في لي صوص ديال التزيين، كيتستعمل في شحال من حاجه. المهم هاد الاخر كاع كنزيدوا فيه كاس ديال الماء وكنعاودوا نطحنوه وكنصفيوه كذلك مثال باش يعطينا هاد الروح هذا. شوفوا معايا هذا راه ما عرفتش شحال يدي لكم، تبارك الله راه يخرج لكم حتى 10 لتر ديال العصير. باش نطحن هذا مع كاس صغيور ديال الماء باش ما نضيعش فيه في المونينيكس ونصفيها ونرجع معكم. الى اللقاء البنات في فيديو اخر ان شاء الله. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال مركز البرتقال، هو هذا الشكل النهائي كما كتشوفوا معايا. انا صايبت واحد الكويس غنشربوا دابا اللي درت فيه غير معلقه صغيره والماء. وكتزيدوا ديما كتعبروا هذا سنيده. لا لقيتوها حلو هذا على حسب الذوق ديالكم، لقيتوه باقي شويه يعني ناقص من الحلاوه كتزيدوا سنيده. المهم على حساب الحلاوه، على حساب الجهد ديالكم كل واحد والجهد ديالو في الحلاوه. المهم البنات هذا غنديروه في الكونجيلاتور ونبقاو نهزو منه بمعلقات ونخدمو على بركه الله. البنات كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء البنات في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. الى اللقاء.